في أعماق التاريخ، عند نقطة يلتقي فيها الغموض بالإيمان، يظهر سؤال حير الباحثين لعقود: هل هناك أوجه شبه بين الملك المصري العظيم تحتمس الثالث وبين نبي الله سليمان عليه السلام؟ رجلان حكم كل منهما إمبراطورية واسعة، امتلكا قوة، حكمة، وبصمة لا تنسى في ذاكرة البشرية. لكن هل هي مجرد مصادفات تاريخية أم هناك رابط أعمق؟ خلينا نستكشف مع بعض. تحتمس الثالث وسليمان عليه السلام، تشابه ولا مصادفة؟ من آلاف السنين قبل ما يظهر أي حضارة حديثة كان في ملوك بيرسموا شكل الدنيا بإيديهم، وفي النص بين التاريخ والوحي بيظهر اتنين من أعظم الشخصيات اللي مروا على البشرية: تحتمس الثالث فرعون مصر القائد العبقري، وسليمان عليه السلام نبي الله وحاكم مملكة الحكمة والمعجزات. ناس كتير تسأل ليه في تشابه غريب بين الاتنين؟ ازاي اتنين من عصور مختلفة يجمعهم نفس النمط، نفس القوة، نفس البصمة؟ النهاردة هنفتح باب المقارنة ده وندخل سوا في رحلة عبر الزمن، رحلة هتخليك تبص للتاريخ بنظرة مختلفة. بداية الحكم، ظهور غير متوقع. تحتمس الثالث ما كانش متوقع أصلاً إنه يبقى أعظم قادة مصر. فضل سنين تحت وصاية الملكة حتشبسوت لحد ما فجأة في لحظة ظهر كقائد لا يقهر. وفي المقابل سليمان عليه السلام ورث الحكم من داود، لكنه فجأة بقى صاحب ملك لم يمتلكه بشر، ملك بني على الحكمة والمعرفة والمعجزة. الاثنين بدأوا من نقطة هادية ثم انفجروا في سماء التاريخ زي شهاب قبل السلاح. تحتمس الثالث كان بيتعامل مع الحرب بالذكاء مش بالقوة بس. معركة مجدو دي مش مجرد معركة، دي عبقرية تخطيط من مستوى عالمي، من غيرها ما كانتش مصر هتبقى إمبراطورية أصلا. وسليمان عليه السلام الحكمة كانت سلاحه الأول، فصلوا بين الناس بالعدل، عرف أسرار الطبيعة، فهم لغة الطير، وعلم البشر معنى القيادة الحقيقية. الاثنين فهموا إن العقل قبل السيف والحكمة قبل العرش. إدارة دولة مش مجرد حكم. تحتمس الثالث ما كانش قائد معارك بس، ده كان عنده نظام إداري يخول الدولة تمشي كأنها آلة: إحصاء، طرق، مراقبة موارد، تنظيم جيش، وتوزيع اقتصادي شامل. وسليمان عليه السلام قسم المملكة إلى 12 ولاية، نظم التجارة، بنى شبكات توريد، وكان عنده سيستم اقتصادي متكامل. الاثنين ما اعتمدوش على القوة ولا النسب، اعتمدوا على إدارة وتنظيم ورؤية بعيدة المدى، وده سر أي حضارة تستمر. مشاريع العمارة، بصمات لا تموت. تحتمس الثالث سيب آثار ضخمة: معبد الكرنك، منشآت في الأقصر، آثار في الصعيد، ومعابد عابرة للحدود، وكل حجر في عصره كان له معنى. وسليمان عليه السلام بنى الهياكل، القصور، والمدن المحصنة، مشاريع لحد النهاردة ما زالت لغز في التاريخ. ده يبني بالحجر وده يبني بالحكمة والمعجزة، والنتيجة في الحالتين بصمة عمرانية مش ممكن الزمن يمسحها. الثروة وسيطرة الطرق التجارية. تحتمس الثالث ما كانش بس فاتح عسكري، ده كان ماسك طرق التجارة من البحر المتوسط للشرق الأدنى: الذهب، الأخشاب، الحيوانات، التحف، كل ده مر من تحتمس. وسليمان اتكلم عنه القرآن إنه أغنى أهل زمانه، سفن من مصر وفينيقيا واليمن، تجارة عالمية بكل معنى الكلمة. الاثنين عرفوا إن الثروة مش كنوز تتخزن، الثروة تشوى نفوذ وسيطرة وتأثير. الحكمة عنوان مشترك. سليمان عليه السلام أشهر رجل حكيم في التاريخ كله، حكمته ربانية، علمه من عند الله. تحتمس الثالث المصري القديم وصفه بالعظيم في المشورة، الحكيم، قائد لا يهزم. طبعا لا مقارنة بين نبي مؤيد بالوحي وملك بشري،
لكن التشابه في الصورة العامة يخلي الباحثين يقفوا قدام السؤال: ليه الاثنين اتوصفوا بنفس الصفات؟ التمكين تفرد لا يتكرر. سليمان دعا ربه وقال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وده تحقق. تحتمس الثالث في عهده وصلت مصر لأوسع حدود عرفتها، وفرقه العسكرية ما تغلبتش ولا مرة. الاثنين أخذوا لقب حكام زمنهم بلا منازع. تشابه، لكن كل واحد له طبيعته. لو جمعنا كل الخطوط دي هنلاقي إن في فعلا تشابهات مدهشة بين تحتمس الثالث وسليمان عليه السلام: الحكمة، الإدارة، الثروة، النفوذ، المشاريع الكبرى، القوة، التأثير الإقليمي. لكن تفضل الحقيقة، تحتمس ملك عظيم من ملوك مصر، وسليمان نبي اصطفاه الله. المقارنة مش معناها إنهم متطابقين، لكن معناها إن التاريخ والوحي ساعات بيتقابلوا في نقطة صغيرة، لكنها تخلي القصة أكبر وأعمق وأجمل.